السلام عليكم، واش راكم كامل بخير وعلى خير. هدفي انا حندير مونتاج تاع هاد الفيديو تاع البكبوكه بالبطاطا اللي عملتها وجدتها في نهار زوج تاع عيد الاضحى المبارك. هنا سمعني موجود عندي الريه اللي طيبتها، عملت شويه في الدواره، والباقي عملتها هنا في البكبوكه. تاني المصران الصغير تاني اللي عملته، يعني هذه كل شيء يعني عملته في الدواره راح نعمله في البكبوكه. الريه والمصران الصغير والكرشه، هادو اللي لقيتهم اني باش نعملها. زدت معاها حمص يكون منفخ ديجا حل يومين من قبل. عندي معدنوس مقطع يكون مقطع لقطع صغيره. عندي نص هيديك حل نص تقريبا، ولا فايت شويه نص تاع الروز يكون مغسول، ماشي مطايب، لا مغسول عادي. وعندي التاني هذا البصل يكون يا مغابي يكون مطحون غاية الغاية في الروبو، ما لازمش يكون محبب، لازم يكون مغابي ولا مطحون في الروبو. عندي حتى حبة كبيرة هيديك مش كبيرة بزاف، مهم حبة تاع بصل. زدت معها معلقة كبيرة تاع السمن باش يلتم لي مليح هذاك كامل هذاك الدوارة. نخلطهم مليح مليح، هادو كامل نخلطهم بيديا، خلطهم حتى يشربوا كامل هذاك البصل وكامل هذاك الحوص، خلطهم مليح مليح. كما قلت لكم خلطوا كل شيء مع بعض، خلطوهم مليح مليح باش الصوالح كامل يدخلوا مع بعضياتهم. عندي في زبت، عندي كمون فلفل احمر، كركم، سكنجبير وملح بيان سور. هادو خلطوهم كامل مع بعض مليح مليح. حنا ديفو نعملوها على بكري باش تشرب الحراج، مي حنا كنا مقلقين باش نعملوها في العشاء. هذه حبيت نعمل لا فيديو سبيسيال تاع البكبوكه، كيفاش طيبت البكبوكه، كيفاش طيبت مرقه بطاطا بالبكبوكه. تجي بزاف بنينه بزاف شابه، تجي زعما بنتها ما شاء الله روعه. بلا ما ننساو عاداتنا وتقاليدنا تاع بكري يجيو بزاف شابين. محلا هنا في الأدرة عملت شويه زيت شويه سمن باش يتألى البصل قطعته لقطع صغيره. تحب هو جو بريفير ما طحنوش، تقطعوه لقطع صغيره ولا طحنوه يكون شويه غليظ. المهم عملت خليته يتألى مع شويه زيت شويه سمن. بعد ما تألى عملت عليه فلفل احمر والملح، زدت عليه الماء سخون. نحط هذه وش حبات بكبوكات، يعني انا عملت 6 حبات يعني، ولكن حيت يكونوا شويه صغار ولا نتوما حبيتو تعملوا حبه كبيره دبروا صافي. المهم بعد ما طابوا انا عملت بطاطا تاعها دويرات، لي رونديل، مي حملتهم يطيبوا بوحدهم في كاسرونه. انا في ادرا ترفدوا شويه مرقه تاع البكبوكه، تعملوا بطاطا تاعكم الطيب، ولا تحبوا كي طيب البكبوكه، الا كان عندكم الوقت تعملوا بكبوكه ومن بعد كي طيب البكبوكه تحطوا عليها البطاطا. انا ما كانش عندي الوقت بزاف، عملت كي كتطيب بكبوكه رفدت لها شويه مرقه تاعها وخليت البطاطا تاعي طيب. وإلا كان عندكم وقت بعد ما طيب البكبوكه تعملوا بطاطا تاعكم بالطيب معاها. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، ما تنسونيش في جيم كومنتار. مع السلامه وشهيه طيبه.